رحب على الهاتف بالزميل الإعلامي الفلسطيني أنس النجار. أنس، مساء الخير عليك، ازيك؟ الله يسعد مساك كابتن شوبير، انت وجميع الساده المتابعين والمشاهدين على قنوات اون تايم سبورت. طمنا عليك، طمنا على أهلنا وإخواتنا وأصحابنا في غزة. والله اخواتكم واصحابكم واهلكم في غزه بخير، بس بدهم يضل صوتنا عالي عندكم وكل العالم يسمعه. أعتقد الصوت الحمد لله احنا بخير. نعم، الصوت سيظل عالي ودائما وأبدا. ربنا هينصركم ويجبركم ويستركم يا رب إن شاء الله. خليني يعني أدعي لكم، الناس كلها بتدعي لكم، ودائما دائما يا رب إن شاء الله. ربنا معاكم يا رب إن شاء الله. الصورة الشهيرة اللي أنا بعرضها دلوقتي وأنت مش عايز تروح اللايف بتاعك وبتتفرج وتقول له الأهلي صاحبنا. أعتقد حتى في عز الأزمات زي ما أنت قلت إن الحياة بتستمر، بتصور إنه بتيجي حاجة كده بتطلع الإنسان من الضغط والشد العصبي اللي عايش فيه طول الوقت. صحيح. شوف، هو خلينا نحكي في الأول عن كواليس هذا الفيديو. نعم. اللي هو مشاهدتنا لمباراة الأهلي مع مودرن فيوتشر في نهائي السوبر المصري. احنا كان يعني كصحفيين او كاهالي قطاع غزه بشكل عام كان في عندنا ضغط كبير. احنا في حاله حرب، يعني مضغوطين بشكل كبير. نعم. فخلال الضغط هذا والظلم الواقع علينا والمأساة اللي بنعيشها كان لابد انه احنا نبحث عن فسحه امل. صحيح. يعني شويه فرحه ممكن نعيشها. كنت متاكد انه ممكن النادي الاهلي يمنح لنا هذه الفرحه من خلال فوز وتتويجه بالبطوله. نعم. رغم انها فرحه قليله مقارنه بحجم الالم. طبعا هو خروج، بس خروج من الاجواء الصعبه، يعني مش فرحه بمعنى الفرحه. ولكن هي فرحه اول. بالضبط. تمام. هو هذا الكلام. هي خروج من الاجواء العصيبه اللي احنا بنعيشها. قول لي ايضا، اتفضل. مشاهدتنا لمباريات الاهلي بالتحديد او الانديه المصريه بشكل عام هو الدعم اللي بنشوفه خلال هذه المباريات. احتفالات اللاعبين او اعلام فلسطين هي بترفق بين الجمهور. فهذا بيعطينا دافع كبير وبحكي لنا انه العالم مش نسيكم، كل العالم واقف معه. صحيح صحيح. أنس، يعني قول لي كواليس مشاركتك في تقديم وسام أبو علي. مين اللي تواصل معاك؟ جت ازاي الكلام ده؟ انت اللي كنت مرتبه وحد قال لك عليه؟ لانها كانت مفاجأة جميلة، وظهور وسام بالعلم الفلسطيني بالشكل ده ورسالة للعالم اجمع الاهلي بعد ان قدم اكثر من قافلة دعم للشعب الفلسطيني الشقيق. الاهلي بعد ان يعني اصدر عدة بيانات لمساندة فلسطين وغزة واهلنا. يعني اعتقد اللفتة دي كمان كانت اكثر من رائعة، خاصة انها من قلب غزة وعلى لسان وصوت وصورة واحد زي حضرتك اعلامي محترم. نعم. هو اللي صار من بعد ما انتشر الفيديو واحنا بنشاهد في نهائي السوبر، فانا اللي بعتقده يعني انه الاهلي شاف انه في صحفي فلسطيني مش نسيه في وسط الحرب والقهر اللي بيعيشه، فهو كمان ما نسي الصحفي نفسه. نعم. فكان يعني وسام شرف لي انه انا قدمت هذه الصفقه، ويمكن بعتبره من اكبر الانجازات اللي عملتها في حياتي انه انا قدمت صفقه اللاعب وسام أبو علي. جت ازاي يا انس؟ يعني تواصلوا معاك ازاي؟ مين تواصل معاك؟ تواصل معي المركز الاعلامي للنادي الاهلي. نعم. جروب المركز الاعلامي وضعوا السكريبت والنص الخاص للتقديم. نعم. وبدات الفكره ونفذنا والحمد لله، يعني طلع شيء ناجح كثير، شيء لا تردد فعل كبيره. نعم. يعني شوف التعليقات عن جد. ده كنت هسألك عليه. شفت ردود الافعال والتعليقات عامله ازاي؟ طبعا. شوف، هو ردود الافعال والتعليقات من ايام الفيديو واحنا بنتابع نهائي السوبر. نعم. شفت يا اخي قديش كنت اشوف انه الشعب المصري يحبنا واهل مصر بيحبونا، بس عن جد كنت اتوقع انه بحبونا كثير وبيساندونا كثير، بس لقيت انه الاشي اكثر من انا ما كنت اتوقع. ده صحيح. والله العظيم انا شوف هاي عايز بحكي لك اياها على الاعلام مباشره. انه امبارح كلمني شخص مصري انا مش متذكر اسمه، ولكن كلمني حرفيا قال لي انا مستعد ابيع بيتي وابعث فلوس لاهل غزه. قلت له يا حبيبي الله يرضى عليك، كلمتك انت يعني كلمتك ومساندتك بالكلمه افضل من انه تبيع بيتك وافضل من انه تعمل اي شيء، بس سندونا وضلوا متذكرين. نعم. مشاعر اللي عندكم ولاعب مصر ولاعب فلسطيني جديد في الدوري المصري، واعتقد ان وسام شكله بيجيد العربيه يا انس. طبعا بيتكلم عربي كويس. هو بيتكلم عربي هو كويس. خلينا نحكي انه النضال الفلسطيني هو ليس سياسيا او عسكريا فقط. نعم.
كل حد بيمثل فلسطين في المحافل الدوليه نعم. في اي مكان، سواء رياضي او فني او غنائي او اي شيء، هو انتصار لاسم فلسطين، انتصار للقضيه الفلسطينيه، وهو تذكير للعالم كله اسم القضيه الفلسطينيه. فتواجد وسام ابو علي يكفي انه لما بده يلعب بطوله دوليه مع النادي الاهلي، نعم، انه المعلق اللي بيكون بعلق على المباراه يحكي اللاعب الفلسطيني وسام ابو علي. فهذا شيء بذكر العالم كله، واحنا بنعرف انه الاهلي بيلاعب انديه اوروبيه وانديه غربيه، فمجرد ذكر المعلق لانه هذا اللاعب فلسطيني فهي تذكير للعالم قضيه فلسطين، وكل الدعم للاعب الفلسطيني. صحيح. سواء مع الاهلي او اي او تتوقع نجاحه مع النادي الاهلي يا انس؟ ان شاء الله هذا شيء بشرفنا، وشوف طالما النادي الاهلي وقع معه فاكيد هو مش جايب اي لاعب يعني. نعم، هو جايب لاعب كبير واحنا بنتمنى له النجاح اكيد. كتير من اللعيبه الفلسطينيين، مروان كنفاني، فؤاد ابو غيده، ابراهيم المغربي، نعم، رمزي صالح، محمد سماره، يعني يمكن في اسم ولا اتنين واقعين مني، انا متاسف يعني، لكنه عوده للاعب الفلسطيني للنادي الاهلي، لانه كتير من اللاعبين الفلسطينيين ما زالوا موجودين. محمود وادي موجود، مصطفى نجم كان موجود، صالح شحاده تقريبا، يعني كتير. بالمناسبه محمود وادي هو ابن دفعتي في الجامعه. محمود وادي ايه؟ ابن دفعتي في الجامعه، درست انا وياه في نفس الدفعه. ما شاء الله ما شاء الله. يعني دعواتنا وصلواتنا وتمنياتنا ان شاء الله بالنصر والستر ان شاء الله، وربنا يكرمكم يا انس، وتحياتنا لكل فرد، لكل طفل، لكل بني ادم موجود عندكم في غزه وفي فلسطين الحبيبه، والنصر قادم باذن الله لا محاله. شكرا لك يا كابتن، شكرا لك ولصوتك بشكرك، وشكرا لكل الشعب المصري الجميل. بشكرك شكرا جزيلا. أنس النجار وتقديمه وتعليقه على فيديو تقديم وسام أبو علي كانت فكرة رائعة. بنشوف كلامه على النادي الأهلي، بنشوف قد إيه هو أهلاوي بيتعلق بالنادي الأهلي، بنشوف إن النادي الأهلي بيمثل إيه لكل الغزاوية، بنشوف النادي الأهلي من قلب الحدث بيقول لك كواليس الفيديو اللي كان اتنشره وهو بيتابع مباراة النادي الأهلي وفوتشر. قال لك انا ما كنتش عايز اسيب المباراه لان النادي الاهلي ده خد بنا الاول، وان المركز الاعلامي في النادي الاهلي تواصلوا معاه لتقديم الفيديو. قال لك ده اهم حدث حصل لي في الصحافه في عملي في حياتي، لان طبعا تقديم لاعب في النادي الاهلي سيظل عالقا مع الجماهير. وشوف كميه بقى المشاهدات، شوف كميه معرفه الناس بالاحداث والوقائع في غزه، حاجه هيكون لها صدى كبير اكتر من الواقع. طبعا انس النجار نتشرف باهلاويتك، نتشرف ان انت من عشاق النادي الاهلي.